الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم الحلاوه الشعر. طبعا اكيد في كتير اغلبكم يعرفها، او الغزل البنات الحلبي. هي عباره عن حلاوه كده شبه الكنافه، بس طبعا طعمها زي العسليه كده، نفس الطعم كده بتاع العسليه. هي سهله جدا وبتتعمل بطريقه سهله، وكمان بمكونات اسهل. يعني هي كوبايه سكر، المقادير بتاعتها كوبايه سكر ونص كوبايه ميه وربع كوبايه ملح ليمون. لو ما فيش ملح ليمون ممكن عصره ليمون ورشه ملح. بنحط كل المكونات كلها مع بعض في حله. هنشوف دلوقتي اهي، بحطها في حله، بحط عليها الميه وربع بقى المعلقه الليمون دي. بعد ما تغلي اروح حطاها. هنشوف بقى، يلا معايا نشوف بقى على البوتاجاز هتبقى عامله ازاي. يلا معايا. اول ما تغلي بالشكل ده اروح حاطه الملح الليمون اهو، بقلبه واسيبها بقى لغايه ما تبدا تلون كده زي السويت. هنا انا حضرت ميه متلجه عشان اعرف ازاي احط منها واشوف بتعمل معايا. وهنشوف بقى شكلها برضو لما اجي اعملها. هنسيبها لغايه ما تبدا حوالي 10 دقايق كده تسيبيها، وبعد 10 دقايق تبداي تختبريها. هنشوف دلوقتي شكلها ويلا معايا. تغمق شويه اروح بعد 10 دقايق كده اروح اخدها حبه كده منها واحطها في الميه عشان اختبرها، اعرف ازاي كانت عشان اعرف اعملها. اهي دلوقتي بقت حلوه بالشكل ده كده. هروح اطفي عليها وابدا بقى افردها في طبق فيه طبعا دهنه زيت، وهنشوف بقى شكلها بعد كده. يلا معايا. طبق حطيت دهنته زيت عشان اعرف اشيلها بعد كده، وبعدين احطه فيها كده كل الكميه، وبعد كده بقى اسيبها تبرد شويه دقيقه كده او دقيقتين، وبعد كده بقى اشيلها. هتشوفوا شكلها بقى بعد ما اعملها. يلا معايا. بعد دقيقه كده ابدا احركها كده عشان ايه. طبعا احطها على يا رخامه يا اما صينيه ستانلس عشان تبرد بسرعه. افضل اعملها كده عشان تبرد، واجي اعملها كل شويه احركها كده بايديا. كل ما تعمليها ما تلفيها هتبرد معاكي بسرعه. دقيقتين بقى كده، وبعد كده هنشوف هنعمل معاها ايه. يلا معايا. عملتها اهي. لازم افضل اعملها كده لغايه ما تبيض شويه اهي كده. بالشكل ده كده. وبعدين طبعا هي دي نص اللي انا عاملاه، ما تعملهاش كبيره عشان تعرفي تعمليها في الدقيق ده. حوالي كوبايتين دقيق احطهم فيها عشان اعمل الحلاوه الشعر. هتشوفوا شكلها عامل ازاي دلوقتي، بتتعمل ازاي. هنا اعملها كورها كده بايديا واخرمها من النص، وبعدين اروح عاملاها كده بالشكل ده كده، وبعدين احطها في الدقيق كده، وبعدين اروح عاملاها كده كده احطها في الدقيق كده بالشكل ده كده 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 كده. كده بالراحه خالص، يعني عشان ايه
تعمل معاكي كويس كده. بدأت تعمل معايا اهي كده كده اهي. بصي شكلها بقت عامله ازاي اهي. برضو لسه بتعمل، بعملها تاني عشان لسه في كلاكيع شويه. بالراحه ما تخليهاش تكلكع معاكي. دي نص الكميه اللي انا عاملاها. بالراحه خالص كده. وبعدين تعمل كده كده. تبداي تعملي كده بقى اهي. دي حلاوة الشعر بعد ما خلص. او غزل البنات الحلبي.